من العادة جدا أن يكون النظام يخاف من مصطلح السياسة الشرعية أو الكلام في السياسة أصلا، سواء كانت شرعية أو غير شرعية. أن السياسة الشرعية مصدرها الأصلي هو الشرع، مصدرها إلهي. أما السياسة الوضعية مصدرها بشري. السياسات المعاصرة الوضعية التي أخذت صبغة العلمانية أو العلمانية لا تلتفت أبدا إلى الدين ولا إلى رعاية الدين. لو أتيح لهذه الأمة أن تكون على دينها كما كانت سابقا لكانت الآن سابقة جدا في تطورها العلمي والطبي والتقني للدول الغربية، وهذا لا نشك فيه. هل يوجد دستور في الأرض اليوم يذكر الحاكم بهذه الطريقة التي تبعث الرهبة والخوف في قلب الحاكم والمحكوم؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. من أساسيات الدول كلها ومن أساسيات الإسلام أيضا تقديم مراعاة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. إذا وجدت المصلحة الحقيقية للناس فثم هناك ستجد أنه هو شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نطبق المصالح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شيخ. حياكم الله. الله يكرمك يا رب. سبحان الله، موضوع الحلقة عن أمر لو كنا نتكلم عنه من شهرين كان جريمة عظمى، موضوع السياسة الشرعية. بدي أسألك بداية إنه شو كان سبب خوف النظام الشديد من موضوع السياسة الشرعية لدرجة إنه كان هذا العلم محيد تماما ومغيب عن طلاب العلم، حتى في طلاب العلم اللي هن ببداية الطريق ما بيعرفوا أبدا إنه في علم موجود اسمه السياسة الشرعية. هلا أول شيء إنه خوف النظام، عبارة خوف النظام من مصطلح السياسة الشرعية، هو نعم كان النظام يخاف من هذا المصطلح أو من الكلام في هذا الأمر، ولكن هو اليوم أصبحنا نرى هو خوف العالم جميعا من هذا الكلام، من السياسة الشرعية، وليس النظام فقط. أما النظام فمن الطبيعي، طبيعة هذا النظام من العادة جدا أن يكون النظام يخاف من مصطلح السياسة الشرعية أو الكلام في السياسة أصلا، سواء كانت شرعية أو غير شرعية. فما بالك إذا كانت شرعية. نعم. نحن جميعا نعلم أن النظام كان يمنع الصلاة في الجيش، كان يمنع الصلاة حتى في المدارس، في الجامعات. فمن باب أولى أنه كان يخاف جدا من طرح سياسة شرعية أو طرح أي شيء، وهو قد صرح مرات متعددة بأنه دولة علمانية وأنه لا يرضى أبدا بأي طرح ديني يرتبط في المجالات السياسية. نعم. طيب شيخ، شو هي السياسة الشرعية حتى يكون عندنا تصور أولي عنها، مشان وقت الكلام يكون عندنا تصور عن هذا الموضوع؟ نعم. هلا السياسة الشرعية هي الآن هو صار علما قائما بذاته، له تفاصيل وله تعاريف. أحد الأكاديميين المختصين بهذا المجال أحصى تعريفات السياسة الشرعية، فبلغ عدد التعريفات للسياسة الشرعية أكثر من 140 تعريفا. ولكن نحن إذا أردنا أن نبسط هذا المعنى لعامة الناس، السياسة الشرعية هي إدارة الدولة بما يوافق شرع الله عز وجل، بما يراعي دين الله سبحانه وتعالى، وهو دين الغالبية العظمى لأهل البلاد العربية والإسلامية، ويوافق أيضا ويراعي أيضا مصالح الناس الدنيوية. فالسياسة هي إدارة أمور الناس من حيث الدين ومن حيث الدنيا، تمكين الدين وتمكين الدنيا.
هذا المقصود بالسياسة بشكل عام وبالسياسة الشرعية بشكل أخص. نعم. طب شيخ، هلا نحن عندنا السياسة الوضعية، يعني هي اللي من وضع البشر، صحيح؟ نعم. طب شو الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية؟ السياسة الوضعية هي سياسات العالم جميعا، هي السياسة التي يضعها الناس من أجل إدارة الدولة، وهذه السياسة هي مبنية على خبرات وفلسفات سابقة وتجارب، وهي قابلة للتعديل طبعا فيما في الدول التي تحب أن تراعي مصالح شعبها هي قابلة للتعديل، فهي مبنية على تجارب بشرية قابلة للخطأ والصواب. بينما السياسة الشرعية تستمد أصولها من الشرع، من الوحي، هذا في المقام الأول. طبعا إذا أردنا أن نفرق بين السياسة الشرعية وبين السياسة الوضعية التي هي من وضع البشر ومن فكر البشر، هناك عدة فروق يمكن أن نجدها بين الطريقتين في إدارة البلاد. من هذه الفروق أولا، وهو الفرق الجوهري والأهم، أن السياسة الشرعية مصدرها الأصلي هو مصدر إلهي، ولا شك أن المصدر الإلهي هو مرتبط عندنا في الإسلام بالوحي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السياسة نقول نحن، عفوا شيخ، لما نقول نحن مصدر إلهي فهو قطعا ما في شيء يعتريه الخطأ، صحيح؟ في أصله نعم هو مصدر إلهي معصوم. نعم. ولكن في أصله معناته ممكن يكون في تفريعات عليه أو فهم. هذا في الأصل، أنا أقول في الأصل هو مصدر إلهي معصوم، ولكن في التفريعات في التطبيقات هذا اجتهاد بشري، ربما نتطرق في التفاصيل الآن إلى شيء من ذلك، ولكن أنا أتكلم الآن فقط عن الفروق بين الطريقتين. فالسياسة الشرعية هي في مرجعيتها الأولى هي الوحي، كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. السياسة الوضعية مصدرها بشري مبنية على فلسفات قديمة ومفكرين، كل دولة من الدول تفتخر بمفكريها وفلاسفتها وتجعلهم هم قادة الفكر عندها، فلها طريقة معينة تستمدها من فلسفاتهم. فإذا الفرق الأول هو إيش؟ الفرق الأول هو أن السياسة الشرعية مصدرها الأصلي هو الشرع، مصدرها إلهي، أما السياسة الوضعية مصدرها بشري. من الفروق الأخرى الأدوات والآليات. السياسة الشرعية عندنا قاعدة بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني حتى نصل إلى غاية ومصلحة نريدها يجب أن نسير في طريق شرعية يرضى عنها الله عز وجل. وعندنا قاعدة يقول العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني أنت إذا أردت أن تصل إلى غاية في السياسة يجب أن تصل إليها بطريقة شرعية. بينما السياسات الوضعية عندنا قاعدة مشهورة عند تسمى الميكافيلية مثلا، هي أن الغاية تبرر الوسيلة. نريد أن نصل إلى غاية فنحن يعني ممكن أن نخالف نقتل، نسفك الدماء، نظلم، نسجن، مهم أن نصل إلى الغاية. هذا لا يوجد في السياسة الشرعية، حتى وإن وجد ممارسات خاطئة باسم الإسلام فهذا ليس من الإسلام في شيء. من الفروق أيضا المهمة أن السياسة الشرعية لها اهتمام كبير بجانب الأخلاق وجانب العقيدة والفكر، أما السياسات الوضعية ليس لها الاهتمام الكبير بالجانب الأخلاقي كاهتمام السياسة الشرعية بالجانب الأخلاقي. وهذا يعني له تطبيقات يعني كثيرة. يعني مثلا من عندما يذكر العلماء السابقون واجبات الحاكم في الشريعة الإسلامية، يقول: الحاكم هو حارس على دين الله تعالى، ومن وظائفه أنه يعني يسن التشريعات والأحكام التي تحفظ على الناس أديانهم. السياسات المعاصرة الوضعية التي أخذت صبغة العلمانية أو العلمانية لا تلتفت أبدا إلى الدين ولا إلى رعاية الدين. هذا أنا أتكلم طبعا عن المبادئ التي يطلقونها، لا أتكلم عن الممارسات. أما الممارسات فنجد أنهم يحاربون الدين إذا وجدوا أنه يهدد أديانهم ومصالحهم. قد يحاربون، مثلا نجد في فرنسا مثلا منع الحجاب، مع أنه هذا من إيش؟ هذا من الحرية الشخصية للمرأة.
ولكنهم يحاربونه. السياسة الشرعية من واجباتها إذن رعاية أديان الناس ورعاية أخلاقهم. رعاية الأخلاق، الله عز وجل مثلا شرع لنا العفة. اليوم نجد أنه مثلا دول الغرب تدافع عن المثليين، ليس عندها أي التفات إلى الجانب الأخلاقي. من الأمور التي يراعيها الشرع الإسلامي في السياسة الشرعية الحفاظ على الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والتي الآن يشتغل كل العالم على تحريفها، على حرفها عن الجادة التي، ولكنهم في نهاية المطاف سيصلون إلى أنهم أخطأوا خطأ كبيرا، ولكن بعد فوات الأوان أحيانا، وبعد أن يعني يكونوا قد خسروا الكثير بسبب انحرافهم. فلو أنهم راعوا جانب الفطرة لما وقعوا. اليوم نجد أنه مثلا ترامب عندما من الأمور التي أول ما ذكر من الأمور التي ذكرها أنه لا يريد أن يبقى على تشريع المثلية، لأنه رأى أن هذا أمر يعني أيا كان الفكرة التي عنده. ولكن نحن في الإسلام من أساسيات القصص القرآني قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، وكيف أن قومه من أكثر أسباب عذابهم، وهو العذاب الشديد الذي يكاد يكون متفردا بهذه الطريقة في القرآن الكريم، جعلنا عاليها سافلها، كانت مشكلتهم مسألة أخلاقية. هذا من أهم الفروق بين السياستين، السياسة الشرعية والسياسة الوضعية. طب شيخ، حضرتك ذكرت أنه السياسة الشرعية تراعي أديان الناس. هلا هو المنتشر حاليا بالأذهان أنه السياسة الشرعية أو الحكم الإسلامي يعني يقصي الآخر، يعني فقط عنا دين هو الإسلام، هذا اللي منراعيه، هذا اللي بنحفظه، وهذا اللي منصونه، وأي أمر آخر يقصى. بالمقابل لا، العلمانية إنه نحن العلمانيين هيك بيقولوا إنه نحفظ الأديان، فلك الحرية أن تمارس ما تريد. الهندوس تعبد البقر، تعبد الإله، يكون دينك دين الإسلام. فشو الصح بهذا الموضوع؟ لا دعوى أن الغرب اليوم في سياساتهم العلمانية أو الوضعية أنهم عندهم حريات دينية، هذا ليس على إطلاقه. لأننا جميعا نرى عندما نسمع الأخبار بين الفينة والأخرى نسمع خبرا من تضييق، كما ذكرنا مثلا تضييق مسألة الحجاب، مثلا بعض حتى الفكر العام لبعض أفراد الشعب نقول المتطرفين. نذكر جميعا المجزرة التي حصلت منذ سنوات على المصلين أو غيرهم، مثلا منع إقامة الأذان مثلا في بعض بلادهم. فإذا كانوا يتحدثون عن حرية عامة دينية عندهم، فهذا في الحقيقة ليس موجودا على إطلاقه، وهم بلادهم هم أحرار فيها، ما يعني إذا أرادوا ذلك يعني هم يمارسونه، فلماذا لا نحن ليس من حقنا أن نمارس هذا الأمر في بلادنا الإسلامية؟ بينما دين الإسلام عندنا مبدأ إلهي عظيم، وهو لا إكراه في الدين. بل نحن نعتقد في ديننا بأن الإنسان إذا ادعى الإسلام في ظاهره وهو غير مقتنع به قلبيا، فإن إسلامه غير صحيح. وهذا هو المصطلح النفاق الذي ظهر في المدينة المنورة منذ عصر النبوة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر مصطلح النفاق. الإسلام يريد أن الإنسان أن يظهر دينه، يظهر ما في قلبه، لا يريد أن يظهر الإسلام ويكون هو مبطنا للكفر. فهذا من جانب آخر، الإسلام عندما دخل إلى المدينة المنورة لم يجبر اليهود مثلا، وهم من قاطني يثرب سابقا والمدينة لاحقا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لم يجبرهم على تغيير أديانهم، وإنما ترك لهم دينهم، حتى أنه أيضا أذن لهم أن يحكموا بشريعتهم. وقد القرآن خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بشريعة الإسلام بالقرآن الكريم أو بشريعتهم هم، ولكن بشرط أن تكون شريعتهم التي أنزلت في التوراة لا التي حرفوها. يعني الفكرة التي نريدها أنه الإسلام ضمن للجميع حرية المعتقد والفكر، ولكن بنفس الوقت
الذي يلقي الشبهات على الناس، الشبهات الكاذبة على الناس ليشوش عندهم أفكارهم أو اعتقادهم، هذا لا يسمح في الإسلام، وهذا حق تمارسه أي دولة في العالم. يعني الكذب على الناس أو النفاق على الناس في لتغيير بعض معتقدات الناس، فهذا أمر غير مقبول. نعم. من الأمور التي أريد أن أطرحها أيضا من الفروق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية الغاية والهدف، وهذا من أهم الأمور التي تميز الشريعة الإسلامية. السياسة الشرعية غايتها وهدفها هو إرضاء الله عز وجل أولا، إقامة الدين، تمكين الدين في قلوب الناس. الثاني من أهدافها رعاية مصالح الناس الدنيوية، بينما السياسة الوضعية هدفها فقط مصلحي دنيوي، لا تنظر إلى الآخرة أبدا، ولا تنظر إلى إقامة رضا الله عز وجل. فهذا من الفروق. طبعا نحن في ديننا نعتقد كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن من أهم أسباب التوفيق والفلاح ومن أهم أسباب نزول الخيرات في البلاد والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، من أهم أسبابه هو إقامة الدين والالتزام بشرع الله عز وجل، بينما الآخرون لا يلقون إلى هذا الجانب أي اهتمام. فهذا من أهم الفروق أيضا. طيب شيخ، هلا إذا قال أنت هلا حضرتك عم تقول إنه إقامة الشرع كما أمر رب العالمين من أهم أسباب التوفيق إلى آخره، طب قد يقول القائل إنه طيب هي الدول الغربية وصلت إلى ما وصلت إليه من التقدم والتطور، وهي البلاد الإسلامية وصلت يعني لهالدرجة من يعني كأفراد أو كمجتمع من البعد عن القمة والبعد عن بأي المجالات، فشلون نحن نوفق بين هذا الأمر؟ الغرب وصل إلى ما وصل إليه من التطور والحضارة بسبب أنهم كان عندهم تجارب مضى عليها قرون، أو شيء عندهم يعني فلسفات قديمة حاولوا أن يعملوا بها، ثم عندهم تجارب وعندهم مرونة غيروا فيها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من خدمة الدنيا. وكما قلت هو الدنيا مبلغ علمهم وهو همهم الأول، فليس من الغريب أن تجد عندهم نجاح في هذا الجانب. نحن المسلمين ليس عندنا أصلا في العصور الأخيرة ليس عندنا تجربة أصلا للسياسة الشرعية ولا للحكم الإسلامي حتى نقول بأن الحكم الإسلامي عندنا هو السبب الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من التخلف أو من التراجع. وإنما نحن كنا محكومين لسياسات يعني مدمرة للعلم، مدمرة للبشر، مدمرة للبلاد. فأين ستجد التطور والحضارة في بلاد كبلادنا الآن التي كان تساس وتقاد بطريقة تدميرية، إفساد الفكر، إفساد المجتمع، إفساد البلاد. فنحن لا نقول أنه نحن خضنا تجربة من لحكم إسلامي وفشلنا، لا يمكن أن يقال ذلك. يعني هو بالأساس إنه ما في حكم إسلامي اتطبق لحتى نحن نشوف نتائجه. تمام هكذا تقصد؟ لا يوجد الآن عندنا نحن في بلادنا تماما لا يوجد. حتى إذا قلنا على مستوى الأمة كلها فكرة العلمانية التي هي البعد عن الأديان أو البعد عن الإسلام حصرا، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى جذورها القديمة في بلادنا الإسلامية بدأت تظهر منذ ما يقرب من 250 سنة من انبهار حتى بعض حكام العالم الإسلامي من العثمانيين بالسياسات الغربية وتغيير الصبغة المجتمعية حتى للدولة وللناس. هذا ظهر من تقريبا كما يقول بعض الباحثين منذ عصر السلطان سليم الثالث، وبعدها حتى السلاطين العثمانيين الذين كانوا يحكمون هذه البلاد تتابعوا على هذه النظرة، الانبهار بالغرب، حتى صار ذلك، حتى هذا الانبهار بالغرب صار ثقافة مجتمعية. فيوجد بعد عن الإسلام وعن حكم الإسلام وإسقاط أحكام الإسلام في الحياة، هذا أمر قديم. يعني الحضارة الغربية
التي جاءتنا بهذه التطور، هذا التطور والاكتشافات العلمية والتطور التقني وغير هذا والتطور الطبي، هذا كله كان في العصور المتأخرة. ربما لو زعمنا لكنا صادقين، لو أتيح لهذه الأمة أن تكون على دينها كما كانت سابقا، لكانت الآن سابقة جدا في تطورها العلمي والطبي والتقني للدول الغربية، وهذا لا نشك فيه. عندنا تجربة مثلا في العصر العباسي مثلا، بالجملة كان يقال أنه العصر العباسي هذه صبغة إسلامية، الدولة تحكم بالإسلام، ربما يوجد بعض المخالفات في التفاصيل، نعم، هي ليست النموذج الأسمى للحكم الإسلامي، ولكن العصر العباسي يسمى في التاريخ بالعصر الذهبي للأمة الإسلامية. انتشر العلم، انتشر البحث، انتشر يعني الاكتشافات بشكل كبير جدا، الصناعات حتى كان في بدايات لصناعات تتعلق بصناعات بالميكانيك وغيرها. وعندنا أسماء كثيرة لو أردت أن نتوسع في بعض الأسماء، وكلنا ربما نسمع بهذه الأسماء الكبيرة التي ينسب إليها اختراعات أو اكتشافات علمية أو أبحاث سبقت الغرب، بل حضارة الغرب المعاصرة قامت على هذه الحضارة، على هذه الحضارة وعلى هذا الفكر. شيخ، حضرتك عم تقول إنه السياسة الشرعية مستمدة من الوحي، وبالتالي في شيء من القرآن ومن السنة ذكرت شيء بخصوص السياسة الشرعية، ولو ما كتعبير مصطلح، يعني مصطلح واضح إنه السياسة الشرعية، ولكن في شيء صورة من صور الحكم الإسلامي أو السياسة الشرعية بالقرآن وبالسنة؟ نصوص القرآن والسنة، يعني لعله إذا أردت أن تسأل هل القرآن والسنة كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هو كما نقول هو دستورنا الأول، أمرنا بأن نحكم بشرع الله عز وجل، هناك نصوص كثيرة جدا جدا، يعني بل بعض العلماء جعله من توحيد الله عز وجل توحيد الحاكمية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. بس يا شو معناته توحيد الحاكمية؟ الحاكمية أن الله عز وجل هو الذي حكمه ينبغي أن يكون مهيمنا علينا، حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب علينا أن نخضع له. فعندنا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأمرنا بأن نحكم شرع الله عز وجل في حياتنا. بنظرة تدبرية ظهر لي أن عندنا في القرآن سورة نزلت في مكة قبل أن يكون هناك إقامة للدولة أصلا، ونحن نعرف بأن الدولة الإسلامية كانت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن الجذور والتأسيس لأن تستقر هذه الفكرة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم كان منذ العهد المكي. سورة الشورى في القرآن الكريم، ومن اسمها يقول لك هو الاسم بداية له علاقة بالحكم الإسلامي. نعم له علاقة، لأنه الشورى أمرهم شورى بينهم. الشورى هي اليوم يسميه العالم بالديمقراطية، اللي هي يعني أخذ الآراء، يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أو أمثال ذلك، يعني هذا الكلام. الشورى هي مبدأ الاستشارة، وأن الحاكم لا ينفرد بالحكم وحده. وسورة الشورى يعني هي أول من يحارب ما يسمى بالاستبداد. الاستبداد يعني أن يكون الحاكم يحكم برأيه وبقوله سواء أصاب أو أخطأ، ولا يلتفت إلى آراء غيره. وهي يمكن مدعاة يعني لتقليل الخطأ لأنه لما يكون القرار طالع من شخص احتمال كبير أنه يكون فيه خطأ، أما مجموعة أشخاص فبتقل نسبة الخطأ. طبعا أكيد، يعني عندما تكون الأفكار نابعة من مجموعة من الناس هم أقل عرضة للخطأ، ليس عندهم عصمة ولكنهم أقل عرضة للخطأ. سورة الشورى فيها آيات أنا قلت في يعني بالنظرة تدبرية، النص الذي فيه قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم سبقته آيات. يقول الله عز وجل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إلى آخر الآيات. هذه الآيات ربما بعض الناس يرى بأنه الجانب السياسي فيها هو قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم فقط، هو هذا الظاهر. نعم، ولكن هو الأمر أعمق من ذلك والله تعالى أعلم. أول شيء نرى أن الآيات تتحدث عن المجموع، فما أوتيتم بميم التي تدل على الجمع، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهن انتقل وأذكر المقدمة التي قلتها في الفروق بين السياسة الوضعية والشرعية، أن السياسة الشرعية تنظر إلى الجانب الأخروي. فأول مبدأ من المبادئ المهمة جدا لمن يريد أن يحكم الناس أن الله عز وجل قبل أن يقولوا أمرهم شورى بينهم يريد أن يذكر هذا الحاكم ويذكر المحكومين أيضا بأن هذه الحياة الدنيا هي متاع زائل، فينبغي أن يعيشها الإنسان ويعمرها، والله استخلفنا فيها، وعينه العين الأولى موجهة إلى هذه الحياة الدنيا وإلى عمارتها، والعين الأخرى تنظر إلى الآخرة، إلى يوم القيامة، إلى يوم الحساب. وهذا أعظم رقيب على الحاكم وعلى المحكومين. اليوم هل يوجد دستور في الأرض اليوم يذكر الحاكم بهذه الطريقة التي تبعث الرهبة والخوف في قلب الحاكم والمحكوم؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، فيذكر بأن هناك حياة أخرى أفضل من هذه الحياة الدنيا. فهذا المبدأ الأول إذا جعله الحاكم عنده حاضرا عنده في ذهنه عفت نفسه عن أي مال حرام تتطلع يده إليه. اليوم عند الله خير. اليوم يعني نجد حتى في إسرائيل الدولة المزعومة، الدولة التي تتغنى بأنها دولة حضارة ودولة تطور ودولة كثير من حكام إسرائيل بعد أن انتهت ولاياتهم حكموا في قضايا فساد لأنهم ينظرون إلى الحياة الدنيا فقط. بينما لو نظرنا إلى نموذج مشرف كنموذج سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي ينظر إليه في نظر بعض الباحثين الغربيين بأنه هو مؤسس إمبراطورية الإسلام، الرجل الفز الذكي الفطن رضي الله عنه وأرضاه، يخاف أشد الخوف من أن يستعمل أي شيء من مقدرات الدولة في مصلحته الشخصية. مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي صار يسمى في التاريخ بالخليفة الراشد الخامس، أيضا عندما تسلم الخلافة وكان رجلا ذا مال وعنده متاع وعنده نوع من الرخاء المادي، صار من أفقر الناس خوفا من أن يستعمل أي شيء من مقدرات هذه الدولة لمصلحته الشخصية. هذا الرجل عندما ينظر ويقرأ هذه الآيات فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فإنه بمنصبه هذا يكون أشد خوفا وبعدا عن الاعتداء على المال العام. ثم ننتقل إلى في الآيات هذه للحاكم والمحكوم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من أهم ما يريد ما يحتاجه الحاكم والمحكوم في إقامة الدولة هو التوكل على الله عز وجل، وهذا مبدأ نفسي، لأن الحاكم أو المحكوم أيضا عنده صعوبات، خصوصا نحن في دولة الآن دولة نريد إقامتها من يعني مستوى تحت الصفر في سوريا. ينبغي أن يكون مبدأ التوكل على الله عز وجل هو في قلب كل إنسان حاكما ومحكوما. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو دافع نفسي قوي للحاكم وللمحكوم. هذا الجانب الدافع النفسي الذي يعني يعطينا القوة المعنوية للاستمرار وتجاوز الصعوبات مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من المبادئ التي نراها في هذه الآيات. آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب
أيضا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم والفواحش، الفواحش هذا تدمير للمجتمع، تدمير المجتمع هو تدمير لإيش؟ للسياسة وللبلد. فالشرع عندما ينهى عن الفواحش ويمدح أهل البعد عن الفواحش، هذا تأصيل لإيش؟ تأصيل لجانب العفة. والفواحش كلمة عامة يدخل تحتها كل شيء يفحش فعله، سواء كان فاحشة الزنا أو فاحشة الشذوذ، أو من ناحية أخرى الاعتداء على حقوق الناس وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. هذا كله يطلق عليه مبدأ إيش يسميه القرآن الفواحش. فهذا من الأمور المهمة. بعدها قال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، أن الحاكم إذا أراد أن يحكم في أمر ما من أمور الدنيا عليه أن يراعي مبدأ الشورى، ويأخذ آراء أهل الحكمة وأهل العلم كلهم في اختصاصه، حتى يصاغ عنده رأي أقرب للصواب. إذا ربطنا هذه، وأنا لا أريد أن أقف عند كل تفصيل في هذه الآيات، ويمكن لأي أخ أن يفتح كتاب الله عز وجل ويحاول أن يطبق هذا الكلام على هذه الآيات التي قرأتها. أيضا في آخرها قبل أن سأنتقل بك إلى ربط مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر هذه الآيات: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لمن انتصر بعد ظلمه، هذا أيضا مبدأ من مبادئ إقامة العدل وأخذ الحق للمظلوم. وهنا نذكر قول أحد الخلفاء الراشدين عندما قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا مبدأ من مبادئ القصاص، هو مبدأ بشري عقلي يفهمه العقل، مبدأ يوافق الفطرة، وكل سياسات العالم تأخذ به. ولكن القرآن لأنه تنزيل العليم الحكيم يريد أن ينشر شيء من التسامح بين أفراد هذه الأمة، فيقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هو أمر صعب، ولكنه لابد منه في إقامة الدولة الإسلامية، العفو والصبر. ننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن قبل ما ننتقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ، هلا ذكرت حضرتك موضوع الفواحش بالمجتمع، وهذا يعني أعتقد هو أشد ما يخاف منه الذين يطالبون بالعلمانية وإلغاء الحكم الإسلامي، إنه بدنا إياكم تتركونا على راحتنا، بدنا نعمل ما نشاء، اللي بتسموه أنتم ذنب نحن ما عنا يا ذنب، نحن عنا يا حرية شخصية. فكيف بدي يتعامل إذا طبق الحكم الإسلامي؟ كيف رح يتم التعامل مع موضوع الفواحش مع الأفراد؟ هلا إذا أردنا أن نرجع إلى الحكم الإسلامي الذي طبق في التاريخ الإسلامي، كان هناك استقرار للحكم الإسلامي بكليته تقريبا، على اختلاف أنواع القانون، إذا صح التعبير. يعني عندنا القانون من أنواع القانون، قانون الجنايات. قانون الجنايات وضعه الشرع لردع من لم يرتدع بالخوف من الآخرة، أيضا لحماية القيم العليا في المجتمع. فكتطبيق في التاريخ الماضي لهذه الأمة، كان عندنا إقامة الحدود الرادعة من أن تنتشر في المجتمع الفواحش، وهذا التطبيق كان له، يعني مثلا إذا أخذنا نوع من أنواع الفواحش اللي مثلا فاحشة الزنا، حتى إقامة حد الزنا كان له شروط صارمة لا يطبق إلا إذا تحققت هذه الشروط. من أهم هذه الشروط توفر 4 شهود. عندما تقول 4 شهود، معناتها هذه فاحشة صارت على مرأى من الناس، وليست فاحشة صارت في بيوت مغلقة. الأمران مرفوضان، ولكن أيهما أفحش وأشد خطرا على المجتمع؟ المجاهرة. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وعندما عد بعض الأشياء التي خاف من أن تنتشر في الأمة: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال في هذه الأمور: وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. حتى موضوع تحريم الفواحش نظرة الشرع فيه إلى الحذر من انتشار الأمراض وانتشار الطواعين، الأمراض المستعصية، وهذا نراه واضحا في الغرب لأنهم لم يراعوا هذا الجانب. فعندما نقول بأن الشرع لا يرضى بانتشار الفواحش فهذا هو لرعاية المصالح العامة للمجتمع. شهوة سريعة الزوال خاصة بصاحبها سيكون لها آثار مدمرة على المجتمع. من أساسيات الدول كلها ومن أساسيات الإسلام أيضا تقديم مراعاة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فحريتك الشخصية عندما يكون لها أثر سلبي على المجتمع ككل، عندها سيقول لك المجتمع وسيقول لك القانون: قف عند حدك. والمفروض العقل والفطرة ترفض قبل ما يعني الشرع، يعني موضوع الشرع دين الإسلام جعل عندنا النصوص التي خوفنا من أن نرتكب الفواحش من عذاب الله في الآخرة. من لم يرتدع عندنا الفطرة، من لم تردعه الفطرة يردعه القانون، كما قال ينسب إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا يزع بالسلطان يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل السلطان الحاكم عنده قدرة تأديبية لينهى الناس ويردعهم عن الأشياء التي تسيء إلى المجتمع. هؤلاء الناس الذين لا يرتدعون بالقرآن. أما المسلم الذي يريد أن يكون مسلما حقا الأصل أنه يرتدع بالقرآن وليس بحاجة إلى الحاكم أن يقف فوق رأسه ويضع له القانون الذي يمنعه من أن يخالف شرع الله عز وجل. هو سبحان الله، يعني النقطة اللي ما عم توصل اللي عم بيقولوا إنه أخي اتركونا على راحتنا واتركونا وما حد يتدخل بالتاني، إنه الآثار السلبية المترتبة على ما يفعل الأفراد من فواحش، ما يفعله الأفراد من فواحش، يعني تعود مثل ما تفضلت حضرتك بالضرر على المجتمع ككل. هاي النقطة ما عم توصل. فهن معتقدين إنه هاي حرية شخصية، يعني أنت حر ما لم تضر. إذا وافقنا بهاي الكلمة فأنت عم تضر، يعني عم تضر المجتمع ككل، سواء مثل ما ذكرت حضرتك يعني التخويفات اللي إجت بالنصوص، أو يعني المظهر العام للمجتمع. يعني من إنه أخلاق المجتمع لأي درجة هي واصلة. أنت حر ما لم تضر، بس من الذي عنده أهلية أن يقوم الضرر؟ يا سلام. أنت حر ما لم تضر. طيب اتفقنا معكم، أنا أرى بأن فعلك هذا يضرني وهو لا يرى، وأنت لا ترى أنه يضرني. فإذا لم تكن هناك مرجعية، مظبوط. نعم، لابد أن تكون هناك مرجعية، وهذه المرجعية عندما قلت بأن الشريعة الإسلامية مصدرها إلهي، السياسة الإسلامية مصدرها إلهي، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، يعلم الأشياء التي لن تكون في حال أنها حققت وكانت كيف ستكون. مسألة الضرر هو أمر يحصل بعد أن تفعل الفعل الذي أنت تراه حرية لك، سيقع الضرر. طيب قبله ربما أنت لا ترى بأن فعلك سيؤدي إلى ضرر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ربما فعل فرد واحد من الأفراد يبنى عليه ضرر شخصي له، ولكن عندما يشيع هذا الفعل في مجتمع من المجتمعات عندها يحصل ضرر كبير. عندها لا يستطيع لا الحاكم ولا المحكوم أن يتدارك هذا الضرر. الشرع قال لنا قبل أن يقع الضرر شرع لنا تشريعات بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته البالغة، شرع لنا أمورا من الأمر أو من النهي حتى لا نتجاوزها. يعني مثلا أقول من الطرق سن القوانين شيء مبدأ يسمى بالاستقراء. الاستقراء هو أنه نستقرئ بمعنى نحصي أفعال الناس، فعل معين انتشر في المجتمع، ما مدى النفع وما مدى الضرر. هذا الفعل لا نستطيع
أن نستقرئ ونعرف مدى نفعه من ضره حتى يقع وينتشر بشكل كبير. بعد ذلك نقرر هل هذا الأمر نافع أو ضار، وربما هذا الأمر حتى نصل إلى النتيجة الصحيحة ربما نحتاج إلى عشرات السنين وأحيانا مئات السنين. الله عز وجل بعلمه البالغ وحكمته البالغة سبحانه وتعالى هو يعلم ما سيحصل وما يترتب عليه هذا الفعل، فشرع لنا أمورا. فلماذا نحن نتعب أنفسنا بمخالفة شرع الله عز وجل وبالبحث بعدها عن عواقب الأفعال ومآلات الأفعال التي يفعلها الناس، ثم نكتشف بأن هذا الفعل سيترتب عليه بعد ذلك آثار سلبية مدمرة للمجتمع، حتى نسن قانونا نقول لا هذا الفعل محرم ممنوع، بينما نحن عندنا شرع الله عز وجل بين لنا ذلك كله. وربما بعض التجارب الغربية التي لم تراعي شرع الله سبحانه وتعالى في بعض الجزئيات كان لها آثار سيئة جدا، وقد ذكرت لك من الأمثلة انتشار الفواحش مثلا في بعض البلاد كان لها آثار سلبية جدا. واليوم تجد بأنه مثلا الأطباء والباحثون والمخبريون يبحثون عن علاج أو حل المشكلة الفلانية التي كان من أسبابها مثلا انتشار الفواحش. الشرع قال لنا لا، قف قبل أن تقع في هذه المشاكل، قف ولا تفعل ذلك. شيخ أنا قاطعتك، كنا عم نحكي عن ذكرت أنك تذكر من القرآن ومن السنة، ولكن استطردنا بالكلام وبعدنا، فبنرجع هلأ على موضوع السنة الشريفة. نعم، موضوع نحن كنا مع الآيات القرآنية التي فيها إن صحت التسمية ملامح إقامة الدولة في الإسلام. عندنا نص في السنة، نصوص السنة النبوية كثيرة. عندنا نص في السنة النبوية فهم منه بعض العلماء المعاصرين أنه تأسيس لعناصر الدولة في الإسلام، وهو حديث ربما الآن نطرحه كثير ويحفظه كثير من المسلمين ولم يتفطنوا إلى هذا الجانب الذي نبه عليه. أما الحديث فهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومن باب نسبة الفضل إلى أهله فالذي تفطن إلى ذلك هو الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى، شيخ قراء دمشق. رأى الشيخ واجتهد بأن هذا الحديث فيه هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله. الحديث يتكلم عن جزاء أخروي لهؤلاء السبعة، ولكن الشيخ رأى في خطبة من خطبه سماها بدروع الإمام أو سميت بدروع الإمام أن هؤلاء السبعة هم أركان إقامة الدولة في الإسلام. أولهم إمام عادل وهو رأس الهرم في الدولة وهو المسؤول عنها، ثم يجري الحديث ليعد لنا بقية السبعة: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء السبعة بدءا بالإمام العادل الذي هو أول من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظله الله في ظله، العدل في الحكم، وهذا من العبارة الشائعة: العدل أساس الملك. فالإمام العادل، ثم يأتي بعدها شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، هؤلاء من أركان إقامة الدولة. رجلان تحابا في الله، من أهم أسباب استقرار الأمن المجتمعي انتشار المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من أكثر ما يقوض أسس الدول هو الاقتتال الداخلي في الدولة. فموضوع رجلان تحابا في الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. عندنا عنصران الآن في هذا الصنف:
هو موضوع المال والصدقة وموضوع الإخلاص. موضوع الإخلاص هو موضوع أخروي وجزاؤه عند الله عز وجل. موضوع المال، الاقتصاد هو عصب إقامة الدول. نربطه مع السورة، مع الآيات التي في سورة الشورى: ومما رزقناهم ينفقون. فهذا من الأساسيات المهمة لإقامة الدولة، أن يكون عندها اقتصاد قوي حتى تستطيع أن تدافع عن نفسها أولا، حتى تنافس الدول الأخرى، حتى تقيم تستطيع أن تعطي للشعب ما يحتاجه من حاجياته من الطعام وغيره من حاجيات المبنية على الاقتصاد. فهذه الأمور، هؤلاء السبعة هم دروع الإمام، يعني هم دروع الملك. فهذا الحديث جمع بين الحاكم وبين المحكوم. فهذه الدولة التي فيها هؤلاء السبعة كنماذج عامة في الدولة هي دولة ناجحة، هي الدولة التي يتطلع الإسلام إلى إقامتها. سبحان الله شيخ. يعني أنا عن نفسي أتكلم، يعني لا يمكن أنه يخطر على بالي أنه هذا الحديث ممكن يتكلم عن قيام الدولة، أو يمكن أنه نستخلص منه يعني شيء يتعلق بالسياسي أو الدولي. طيب شيخ، سؤال: هل مفهوم الدولة الدينية عند الغرب هو نفسه مفهوم الدولة الدينية عندنا؟ أو يعني بعبارة أخرى، ما هو مفهوم الدولة الدينية؟ وجود شيء اسمه دولة دينية هو الشيء الذي يخافه الغرب، وبعض ربما حتى مثقفي بلادنا يخافون من مسمى الدولة الدينية. الدولة الدينية هذه العبارة لها إذا أطلقت يمكن أن نفهمها بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة الصحيحة، والثانية طريقة سلبية ليست موجودة في الإسلام أو لا يرضى عنها الإسلام. الدولة الدينية التي هي السياسة الشرعية هي الدولة التي يكون المصدر التشريع فيها مصدر إلهي، وهي السياسة الشرعية التي تكلمنا عنها في بداية حديثنا. في مفهوم الغرب الدولة الدينية عندهم تراث سابق وتجربة فاشلة هي التي أوصلتهم إلى فصل الدين عن الدولة أو العلمانية. هي أيضا يسمى في ثقافاتهم، يسمى في الفلسفات السياسية بالثيوقراطية، التي هي مبنية على أن الحاكم هو ظل الله في الأرض، وأن الحاكم يحكم باسم الله، وأن الحاكم بأن من يخالف الحاكم فهو يخالف الله تعالى، وهو من المجدفين، عنده مصطلح مجدفين ضد الله عز وجل، أو أنهم يخالفون أوامر الله تعالى. هذا المصطلح الدولة الدينية إذا فهم بهذه الطريقة كما يفهمه الغرب فهو ليس في الإسلام. على سبيل المثال في العصور الوسطى في فرنسا كان ما يسمى بالدولة الكنسية، دولة رجال الدين التي يحكمها رجال الدين، ويكون استلام المناصب الحكم فيها مبنيا على مركز هذا الرجل في الديني، يعني هو له مكانة دينية معينة، هذه المكانة الدينية تؤهله لأن يحكم الناس بغض النظر عن إمكانياته وكفاءاته. هذا الفهم هذا يخالف الإسلام، فهم يخافون من هذه الطريقة في الحكم، لأنهم عندما حاربوها وخرجوا منها وصلوا إلى هذا إلى ما نراه من الحضارة ومن التقدم. لأن الدولة سابقا كانت هذه الدولة الكنسية، تحريم مخالفة الحاكم في كل ما يأمر وينهى عنه كانت مقيدا لهم، وكانت يعني تضع حواجز بينهم وبين التطور وبين التقدم، ويحرمون أشياء ربما يكون فيها مصلحة فقط لأهوائهم. كانت الكنيسة هي الحاكمة، ولكن حكمها لأغراض شخصية. نعم، يعني كانوا يراعون مصالحهم الشخصية، ومن يخالفهم يكون كافرا بالله تعالى، والناس تخاف من الكفر. هذا القرآن سجله وعابه عليهم، وهذه نظرة قديمة. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ربما من الربط بين أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله هو ما توصلت إليه الثورة الفرنسية بعد ذلك من الانعتاق من الدين والخروج عنه، لأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل باسم الدين وباسم الله عز وجل زورا وبهتانا،
وصل الأمر بالناس بعد أن ضاق الأمر بهم ذرعا أن كفروا بالدين كله. نعم، كرهوا الدين، فكرهوا الدين، فصدوا عن سبيل الله بهذه الطريقة. عندنا نموذج قديم في القرآن ذكره أيضا القرآن الكريم، هو نموذج فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فكان يحكم على أنه إله أو نصف إله وأنه رب وأنه لا يجوز مخالفته. فهذا المفهوم للدين ليس عندنا، ليس من الإسلام في شيء. هو ما فقط ليس من الإسلام في شيء، ربما كمان الإسلام يحاربه كما ذكرت الآية. تماما. هلا الإسلام يحاربه. مثال، عندنا الخلافة الراشدة هي أسمى ما يمكن أن نسميه حكما راشدا إسلاميا، التي هي كانت خلافة الأئمة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر ما كان يرى بأنه حاكم باسم الله، ولا كان يرى بأنه إمام معصوم، وإنما كان يرى بأنه بشر مجتهد يصيب ويخطئ. وهذا الفهم فهمه أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. معناها أن الحاكم يمكن أن يجتهد فيصيب ويمكن أن يجتهد فيخطئ. وعندما قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. فهو ليس ظل الله في الأرض، وإنما هو بشر يصيب ويخطئ. فنظرة الإسلام إلى الحاكم أنه بشر يصيب ويخطئ. النظرة الدينية الغربية إلى ما يسمى بالدولة الدينية هي أن الحاكم ظل الله في الأرض لا يخطئ. نحن عندنا في الدولة في المفهوم الإسلامي للحكم أن النص هو المقدس، النص هو المعصوم. أما فهمنا للنص فهو ليس معصوما ولا مقدسا. في المفهوم الغربي في الدولة الدينية الحاكم مقدس، الحاكم معصوم، لا ينبغي أبدا أن يخالف في أي تفصيل من تفاصيل أوامره أو نواهيه. طيب شيخ، هذا التطبيق الخاطئ لمفهوم الحكم الديني وحكم رجال الدين بالدولة، صار في شيء صورة مشابهة له في أو تحت مسمى الإسلام؟ تحت مسمى الإسلام كالإسلام المرضي الذي اتفقت عليه الأمة، هذا ليس موجودا. ولكن إذا أخذنا نموذجا خاطئا مما شذ عن الأمة، نعم هناك تطبيق، وهو الذي يعني قد يفهمه بعض الغربيين اليوم، ينظرون إليه لأنه تطبيق سياسي للإسلام، وهو ما يسمى بولاية الفقيه. وأن مفهوم الإمام المعصوم عند مثلا كمثال في إيران، الإمام المعصوم الذي لا يجوز مخالفته، وأن مخالفته هي كفر بالله عز وجل. فهذه عند أهل السنة وعند جمهور علماء المسلمين، عند جمهور هذه الأمة، لا يرضون بهذا ولا يرونه بأنه تطبيق صحيح للإسلام ولا للدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية كما قلنا تنظر إلى أن هذا الحاكم بشر يصيب ويخطئ وليس معصوما عن الخطأ، فليس هو معصوما عن الخطأ، يجتهد، والأصل والواجب عليه أن يراعي المصلحة، ولكن إذا أخطأ يقال له أنت أخطأت. هذا عمر رضي الله عنه، ذكرنا مثال على ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا عمر رضي الله عنه يقف بين الناس ويقول لهم ماذا تفعلون إذا أخطأ إمامكم أو كذا؟ فقالوا نقومه، فقال هكذا فكونوا. هم الذين كانوا يشجعون الرعية على تصحيح الأخطاء، أو على أن يقال له أخطأت هنا أو أصبت هنا. ربما هذا هو السبب شيخ بكره الناس أو بعض الناس لكلمة رجال الدين أو لمفهوم رجال الدين، حتى يعني وصل البعض لمحاربة رجال الدين. قد يكون اللي ذكرته حضرتك هو السبب؟ نعم، هذا الفهم الخاطئ أو حتى مصطلح رجال الدين. يعني نحن في الإسلام ليس عندنا لا في الموروث الفقهي ولا ليس في القرآن ولا في السنة ولا عند العلماء كلمة رجال الدين. هذه ليست عندنا، وإنما أتتنا من الغرب.
ورجال الدين في الغرب هو نفسه الذي قلنا عنه بأنهم رجال الكنيسة الذين يحكمون بأمر الله تعالى، فهم رجال الدين، وهم الرجال الذين جعلوا حياتهم في الظاهر جعلوها للدين ولخدمة الدين وانفصلوا عن دنياهم. قد يكون الواقع بينهم في خاصة أنفسهم أنهم بعيدون عن الدين، ولكن في الظاهر للناس أنهم هم أهل الدين وهم الذين يرعون الدين وحراس له. أما في الإسلام لا يوجد شيء اسمه رجال الدين. رجال الدين في الإسلام إذا أردنا أن نرضى بهذا الاصطلاح فنحن نقول عندنا في الإسلام كل مسلم هو رجل للدين. كل مسلم يجب عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى ويراعي حدود الله تعالى في نفسه وفي مجتمعه وفي أسرته، فينبغي أن يكون كل إنسان من المسلمين هو رجل دين، على أننا نتحفظ كثيرا على هذا المصطلح، لأن الإسلام جاء لرعاية الدين والدنيا. فرجل الدين هل هو رجل ليس له أي اهتمام بالدنيا؟ لا. حتى في الحديث المشهور في الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن أحواله عليه الصلاة والسلام، فسألوا أزواجه فسمعوا عن أحوال النبي وعن حياته صلى الله عليه وسلم، وسمعوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، ثم قالوا كيف لا وهو رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني أنه صلى الله عليه وسلم العبادات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم رأوا بأنها قليلة، لم تكن كما هو متوقع عندهم فتقالوها، رأوها قليلة، ثم قالوا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يعني بفهمهم ليس بحاجة أن يعبد الله ليلا ونهارا. ثم قالوا بعد ذلك هو رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال رجل منهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر. وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام ولا أرقد. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه قال، وقد بلغه ذلك، فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، حتى وإن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو أتقى الناس لربه وهو أخشى الناس لربه سبحانه وتعالى. قال ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنبينا صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم، هو رجل الدين وهو رجل الدنيا عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. طب شيخ، بما أنه نحن عندنا السياسة الشرعية أو الحكم الإسلامي مستمد من الوحي، هل جاء الوحي بشكل تفصيلي يعني ليس فيه مكان للاجتهاد، أو يعني بمعنى آخر لأي درجة الشرع والوحي فصل لنا بموضوع الحكم بما أمر الله؟ نصوص الشريعة تنقسم إلى قسمين. من ناحية النصوص الشريعة بعضها يجب علينا أن نفهمه كما هو ويفهمه أي عربي فهما واضحا، وهذا لا يقبل الاجتهاد ولا يختلف عليه المسلمون، وهذا غالبا يكون في مسائل الاعتقاد وغيرها من بعض مسائل الفقه. الجانب الثاني وهو الجانب الأكبر لنصوص الشريعة الإسلامية هو جانب قابل لاختلاف وجهات النظر وهو قابل للاجتهاد، فتجد في فهم النص الواحد من القرآن أو السنة عدة أفهام للعلماء يفهمها العالم الفلاني على وجه معين ويفهمها الثاني على وجه آخر، فهذا أمر قابل للاجتهاد وهو نوع من أنواع السعة في تشريع الإسلام. طبعا عندما نقول النصوص الشرعية نقصد بها النصوص بعامتها بما يتعلق بالعبادات ويتعلق بالسياسة ويتعلق بغيرها، فهذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني جوانب الحياة الدنيوية التي لم نجد فيها نصوصا من القرآن ومن السنة، لأن العلماء يقولون بأن النصوص متناهية يعني محدودة. القرآن آياته معدودة ومحدودة، الأحاديث النبوية معروفة،
أما الحوادث التي تحصل للناس في حياتهم عبر السنوات الطويلة والقرون الطويلة التي تمر بها البشرية هي غير متناهية، فالنصوص متناهية ومحدودة، أما الحوادث فهي غير متناهية. هذا الجانب من الحكم الذي ربما لا نجد فيه نصا من القرآن أو من السنة، ترك الشرع للحاكم وللناس أن يراعوا فيه المصالح العليا ومقاصد الشريعة الإسلامية والحكم الإلهية التي أرادها من خلال التشريع. فالقرآن والسنة ترك للحاكم حرية الاجتهاد فيها بما لا يخالف نصا شرعيا. وهذا يمكن أن نستمده من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فبعض الأمور فيها نص واضح قطعي، في أمور أخرى لا تجد فيها نصا واضحا قطعيا. وحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم معروف سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة رأى بأن بعض الناس من أهل الزراعة يؤبرون النخل، التأبير والتلقيح بين الجانب المذكر والمؤنث من النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه لا يرى ذلك مغنيا أو لا يراه ضروريا، فتركوا ذلك الذي كانوا قد اعتادوا عليه بخبرتهم الدنيوية، فلم يفلح عندهم النتاج ولم يفلح عندهم المحصول في ذلك العام الذي تركوا فيه التأبير، لأنهم ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام قاله بالوحي، فأخبروه بأنه نحن تركنا التأبير الذي كنا نعتاد عليه لكلامك، فما كانت النتيجة مرضية. فقال لهم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فأمور الدنيا التي ليس فيها نص يراعى فيها الخبرة البشرية، يراعى فيها المصلحة، وهنا الشرع تركها للناس لأن الله عز وجل أراد أن يكرم الإنسان وأن يعلي جانب العقل والبحث العلمي عنده، ولم يتركه ولم يجعل الشرع في كل جزئية من جزئيات الحياة أن ينزل فيها نصا، ولو أراد الله ذلك لفعل ذلك سبحانه وتعالى، ولكنه لم يرد ذلك. طب شيخ، حضرتك ذكرت أنه الشرع ترك كثيرا من الأمور لاجتهاد الناس، اجتهادات شخصية يعني لم ينص عليها في الوحي. ففي مثال من السياسة الشرعية لموضوع يعني ترك الشرع فيه الاختيار للناس؟ نعم، عندنا مثال هو فهم الصحابة رضي الله عنهم لجانب مهم جدا من جوانب السياسة الشرعية، وهو مبدأ اختيار الحاكم الذي هو يعتبر من أهم أساسيات تأسيس الدساتير. مبدأ اختيار الحاكم، وهذا من الفروق على فكرة بين الفهم الصحيح للسياسة الشرعية عند جمهور العلماء وعند أهل السنة والجماعة، وبين المثال الذي ذكرناه إيران الذين يتبعون مبدأ النص على الحاكم، وأن الشرع هو الذي نص، يعني أن الوحي هو الذي نص على الحاكم. بينما الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن هذا الأمر، أن يعني اختيار الحاكم ليس مبدأ نزل بنص قاطع ألزم الشرع به، وإنما اجتهدوا فيه. على سبيل المثال طريقة اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أنه أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أنه كانت في سقيفة بني ساعدة واجتمع الأنصار، ثم ذهب عمر مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ذهبوا وكان عندهم مجلس يسميه بعض المفكرين المعاصرين يسمونه بأنه أول برلمان أنشئ في الإسلام، سقيفة بني ساعدة، وهي الطريقة التي اختير فيها الحاكم الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بالطريقة المتفردة التي كانت ربما جاءت بطريقة عفوية عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كانت طريقة متألقة جدا. ولعل سيدنا عمر رضي الله عنه أدرك هذا الأمر، أدرك بأن هذه الطريقة متألقة، وقى الله عز وجل شر الخلاف بهذه الطريقة، عندما قال عمر رضي الله عنه في أواخر حياته، قال: وإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. فلتة يعني أنه كانت أمر عجيب حصل من غريب تصاريف الأقدار، أن الأمة اجتمعت على هذا الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتم اختيار
أبي بكر الصديق حاكما على المسلمين، وتوافق المسلمون جميعا في المجتمع الصغير في المدينة المنورة على هذا الحاكم ورضي به الجميع. بعدها أبو بكر رضي الله عنه في أواخر حياته وهو في مرض موته يخبر الناس بأن بيعته قد نزعها بأن بيعة الناس له قد نزعت، ويعني يقول قد نزعت بيعتكم من رقبتي، معنى كلامه رضي الله عنه. ثم اقترح عليهم بأن يولوا من بعده خليفة يريد أن يسميه حتى لا يختلفوا من بعده. فكان المقترح كما ورد في بعض كتب التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه دعا كاتبا وأراد أن يسمي لهم خليفة من بعده، فكتب المقدمة، أملى عليه المقدمة الحمد لله عز وجل. وهذا الموقف يعني جاء في كلامي أن هذا موقف الذي يتوب فيه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وموقف يعني إنسان يقطع أمله من الدنيا ومن متاعها ثم يغشى عليه رضي الله عنه، فيكتب الكاتب اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكاتب كان عثمان رضي الله عنه. فيفيق أبو بكر من إغمائه فيقول له ماذا كتبت، يعني إلى أين وصلت؟ فيقول له إلى عمر بن الخطاب، فيقول له رحمك الله، يقول لعثمان، يقول أبو بكر لعثمان رحمك الله خشيت من أن يفترق الناس من بعدي، يعني أنه يقول له خشيت، يعني معنى كلامه أنني إذا مت في هذا الإغماء أن يتفرق الناس، فكتبت اسم عمر. يعني هو كان اجتهاد من سيدنا عثمان؟ ليس كان اجتهادا، وإنما كان قبل أن يكتب أبو بكر، قبل أن يملي كان هناك كلام وأخذ ورد في عمر. فعثمان بفطنته رضي الله عنه أدرك الأمر، فخشي أن يموت أبو بكر في هذه الإغماء، فكتب عمر قبل أن يقولها سيدنا أبو بكر الصديق. اسم سيدنا عمر كان ناتج عن نقاش، كان هو الاسم الذي يتناقش الصحابة فيه في مجلس أبي بكر في أواخر حياته. فاستفاق أبو بكر من إغمائه فقال ماذا كتبت، إلى أين وصلت؟ فقال عمر بن الخطاب، فقال رحمك الله، وأثنى عليه وقال وإن كنت لها أهلا، يعني أنت أيضا أهل أن تكون لفطنته، لأنه الحاكم من أهم شروطه أن يكون له عنده فطانة وحرص على الأمة وخوف من تفرقها. فأبو بكر بمشورة ربما مصغرة لبعض الصحابة رضي الله عنهم اختار عمر من بعده. قالوا له ماذا تقول يا أبا بكر إذا سألك الله تعالى عمن استخلفته من بعدك؟ وكانوا يخشون من غلظة عمر رضي الله عنه من شدته وحزمه، فيقول أبي الله تخوفونني الآن وأنا مقبل على الله، وأنتم تعرفون خوفي من الله في حياتي عندما كانت الدنيا مقبلة علي، الآن وأنا مقبل على الله تخوفونني من الله سبحانه وتعالى؟ هذا الوقت الذي يرجع جميع الناس فيه إلى الله تعالى، هذا فرعون رجع إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف. فأبو بكر هو كان رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى في كل حياته، في هذا الموقف أولى أن يكون راجعا إلى الله. فقال أبي الله تخوفونني، أقول لله استخلفت على عبادك خير عبادك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا أسلوب. فصار عندنا اختيار أبي بكر، اختيار الصحابة يعني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حاكما، بعد اختيار عمر. طبعا عمر عندما توافق الصحابة عليه ورضوا باختيار أبي بكر لهم، عمر رضي الله عنه قام على منبره في خطبة الخلافة، الخطبة الأولى يعني التي يخطبها أي حاكم يتسلم الحكم، وطمأن قلوب الصحابة وطمأن قلوب الرعية، وقال أما الغلظة التي كنتم تعهدونها في فإنها ستنقلب لينا على الضعفاء وغلظة على أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة مثلا. طيب شيخ، حضرتك لما عم تقول إنه موضوع اختيار الحاكم هو موضوع اجتهادي، ونحن بنعرف إنه الاجتهاد يعني يختلف من شخص لشخص ومن زمان لزمان، وبيكون يعني ما ضروري يكون واحد منهم غلط أو طريقة من الطرق غلط، فممكن يكون عنا أكثر من طريقة لاختيار الحاكم. يعني أنت حضرتك هذا اللي بتقصده، أكثر من طريقة لاختيار الحاكم وهي كلها صحيحة؟ صحيح، نعم تماما. يعني هذه الجزئية ربما يخطر في بال البعض سؤال، إنه هذه الطريقة في اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل هذه فهم
من الصحابة رضي الله عنهم في اختيار الخليفة؟ لا، هذا ليس. هل هو فهم من النص الشرعي من القرآن والسنة؟ الجواب لا، ليس فهما. وإنما عمر رضي الله عنه أيضا في أواخر حياته عندما طرح موضوع الخليفة لعمر وسئل هل ستحدد الخليفة من بعدك، فقال إن معنى كلامه إذا اخترت لكم خليفة من بعدي فقد فعله قبلي من هو خير مني، يقصد أبا بكر الصديق. وهذا الحديث يعني هذا الأثر رواه عن عمر ابنه عبد الله بن عمر الرجل الفقيه رضي الله عنه، يقول إن استخلفت عليكم فقد فعل ذلك من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن لم أستخلف عليكم فقد فعل ذلك أيضا من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فعلمت أنه عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يستخلف أحدا من بعده، لا يريد أن يحدد، لأنه لا يعدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أحد حتى وإن كانت سنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكفى بها. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك حدد 6 من كبار الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الفهم والفطنة والحرص على مصالح الناس، حدد 6 سماهم أهل الشورى، هم الذين يختارون الخليفة. وهؤلاء 6 كان فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اختير بعد ذلك، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي اختير بعد عثمان كما هو معروف، وفيهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الرجالات العظيمة في الإسلام. ثم تنازل كل واحد للآخر حتى استقر الأمر على عثمان وعلي، وكان القائم بهذا الأمر يعني الدينامو الذي يحرك هذه الأمور كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فذهب ليقوم بعملية الاستفتاء الشعبي، قال فكان يسأل كل الناس في المدينة المنورة اللي هي يعني نقول هي الدولة في ذلك الوقت، حتى سأل النساء في خدورهن، يعني سأل الرجال في الطرق، سأل فما وجد أحدا عنده خلاف على هذين الرجلين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فما وجد أحدا يعدل بهما غيرهما، يعني ما أحد عنده اعتراض على هذين الرجلين أن يكون أحدهما خليفة من بعد عمر رضي الله عنه. وتم اختيار عثمان في تفاصيل موجودة في التاريخ لا داعي الآن لأن نخوض في تفاصيلها كثيرا، ولكن المقصود أن تغير طريقة اختيار الخليفة هذه تغيرت على اختلاف الزمان، وإن كان زمانا قصيرا بين زمان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار عثمان ثم علي رضي الله عنه هو زمان قصير يعني، ونهاية خلافة علي رضي الله عنه كان تتمة 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تعددت الطرق. هذا يدلنا على أن هذه الأمور يمكن أن تختلف باختلاف الزمان وتختلف باختلاف المكان. عندنا قاعدة من قواعد الفقه التي هي عامة لأمور الفقه وأمور السياسة وغيرها: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فهناك جزء جيد من الأحكام الشرعية يتغير باختلاف الأعراف واختلاف تغير واختلاف تجارب الناس ووعيهم. يعني شيخ إذا قلنا هلأ في عدة طرق لاختيار الحاكم يعني بما يتناسب مع العصر والزمان والمكان، فينا نقول هلأ طريقة اختيار الحاكم اللي عم تصير هلأ بزماننا وببلادنا اللي هو التصويت، وهي هو أمر صحيح يعني شرعا؟ لا إشكال فيه، يعني هذه آليات لاختيار الحاكم، الشرع لا يعارض هذه الآليات، لا يعارض. ربما في وقت من الأوقات كان تصويت بصناديق الاقتراع، ربما في بلاد بواسطة وسائل الإلكترونية بالإنترنت بغيرها. المهم أن يضمن عدالة الاختيار وحرية الاختيار، وأن لا يكون هناك خديعة أو غش في طريقة الاختيار. هذه أساسيات أصلا تراعيها يعني الدول العالم التي يعني تحترم نفسها. شيخ حضرتك تذكر كثيرا موضوع المصالح الدنيوية، فهل هذا يعني يقترب نوعا ما من موضوع المصالح المرسلة الذي هو مصدر مصادر التشريع الثانوي؟ نعم، مصالح المرسلة حتى نقرب هذا الاصطلاح الذي ذكرته للناس. المصالح المرسلة هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وهذا المصدر من أعظم مصادر إغناء التشريع الإسلامي،
وهذا المصدر هو الذي يجعل التشريع الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان. المصالح المرسلة هي هذه عندنا أن الشرع يراعي مصالح الناس، وهناك جزء من مصالح الناس يتغير بتغير الزمان والمكان. هذا الجزء ترك الشرع لعلماء المسلمين ولحكام المسلمين الصادقين المخلصين، ترك لهم أن يراعوا المصلحة في التشريع أو في الحكم، فسماها العلماء بالمصالح المرسلة. مرسلة يعني ليست مقيدة بالنص. عندنا أشياء مقيدة بالنص لا يجوز مخالفتها، وعندنا أشياء غير مقيدة. كلمة مرسلة معناتها غير مقيدة. فهذه الأمور التي هي ليست مقيدة بنص شرعي هذه سماها العلماء بالمصالح المرسلة. تمام، الله يجزيك خير. طيب شيخ، نحن بالفترة السابقة هل كنا نمارس يعني نوع من الحكم الإسلامي في بلادنا، يعني ولو جزء منها، حتى نحن نقدر نتصور أنه إذا تم تطبيقه بشكل كامل شو رح يكون التصور؟ نعم، هذا كان قائما في أوساط، إن صح التعبير، أوساط الملتزمين بالدين من أفراد المجتمع. وهنا قبل أن أذكر لك الجواب أربطه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قال العلماء، قال المفسرون: أولو الأمر هم الحكام. وبعض العلماء قال أولو الأمر هم العلماء، علماء الدين. ووفق بين القولين. قال بعض العلماء يعني بأنه سبب هذا الاختلاف أن أهل العلم، أن الأمراء هم كانوا أهل العلم، يعني كل أمير كل حاكم كان عالما، فالله عز وجل أمر بطاعته، فطاعة العلماء أمر الله عز وجل بها طالما أنهم حكموا بشرع الله عز وجل. كان عندنا تطبيق، نعم، كان في العصور لا زال إلى عصر إلى يومنا هذا. العلماء، طلاب العلم، المفتون، كل رجل من أهل العلم في مسجد ربما يختلف الناس في حياتهم، في بيوعهم، ربما يختلف رجلان في مسألة من مسائل البيع، في مسألة من مسائل الشراكات التي تقوم بين الناس، حتى في مسائل الدم أحيانا، يعني ربما يقتل إنسان خطأ وقد يخشى من أن يؤدي قتله إلى مفسدة كبيرة واقتتال بين الناس، فيلجأ الناس إلى علمائهم، فيلجأ الناس إلى أهل العلم. وعندنا عبارة جميلة جدا يقولها الناس في عاميتنا، نقول: تعال نتشارع، نلجأ إلى الشرع. وكلمة تعال نتشارع كلمة يقف عندها كثير من المسلمين، حتى غير المتدينين، حتى غير متدينين، يعني لها ثقل. يقول لك الشرع على عيني وراسه. فعندما يقول الناس تعال نتشارع، خلص في عرف الناس حلت المشكلة وقطعت الفتنة. وهذا يدركه كثير من طلاب العلم من أئمة المساجد في مساجدهم، عندما يأتيهم الناس بعشرات الناس وربما بالمئات، تحل مشاكل كثير من مشاكل المجتمع. فهذا يعني كان صمام أمان للمجتمع في بلادنا، موضوع تحكيم التشريع وموضوع تحكيم الدين. الفرق هنا عندما نقول سياسة شرعية، الفرق أن هذا الأمر كان يمكن أنه نسميه ببعض الاصطلاحات كان قوة ناعمة، يعني هي قوة يلجأ إليها الناس بإرادتهم، ليست ملزمة. الآن ستنتقل نفس هذه القوة بما فيها من الخير، القوة الناعمة، إلى أنها قوة إلزامية للمجتمع وقوة إلزامية للناس جميعا، يعني يستوي فيها من رضي أو لم يرضى. لماذا؟ حتى يكون هناك، والقانون أصلا هو أهم شيء وأنبذ في القانون، أنه قوة إلزامية تضمن استقرار المجتمع، تضمن العدل وتضمن الحقوق لجميع أفراد المجتمع. حتى شيخ، حضرتك ذكرت أنه حتى غير المسلمين، يعني غير المسلمين أنا أذكر كانوا يجوا يتحكموا عند المشايخ بموضوع تقسيم الورثة. نعم، في بعض الديانات ربما الإسلام كان سابقا أصلا القرآن الكريم لموضوع تقسيم الميراث، فليس عندهم الديانات الأخرى ليس عندهم أسس لتقسيم الميراث.
فرأوا بأنه الإسلام جاء بتقسيم للميراث مبني على العدل، مبني على المصلحة العامة، مبني على مراعاة نظام الإسلام بما فيه فائدة المجتمع ككل، ما فيه فائدة الأفراد أيضا. فربما بعقولهم وفطرتهم رأوا بأن هذا الحكم هو حكم جيد وصالح، فانتقلوا ولجأوا إليه بإرادتهم. طب شيخ، عندما نقول تحكيم شرع الله في الدولة، في الدولة ككل، يعني نوعا ما صار في عنا تصور عنه، ولكن كيف فينا نحن نفهم انه شلون بده يصير تطبيق الحكم الإسلامي او يعني السياسة الشرعية بمؤسسات الدولة، يعني مثل المديريات، مثل اي شيء اخر حكومي؟ هل عندنا شيء في أي دولة من دول العالم؟ في عندنا الدستور الذي يضع الأسس العامة الإجمالية للحكم، وبعد الدستور بقية مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة يرى أصحابها المصلحة في وضع القوانين الخاصة لكل مفصل من مفاصل الدولة، يبحثون عن المصلحة التي ينبغي أن يراعوها في ما يصلح لهذه المؤسسة، بشرط أن لا تخالف الدستور. هذا في كل دساتير العالم، حتى بعض القوانين التفصيلية في مثلا مؤسسة من مؤسسات الدولة، مثلا مؤسسة الشؤون الاجتماعية، مثلا مؤسسة الكهرباء إلى آخره، قد يقال أن هذا البند يخالف الدستور فيطرح. نحن الآن الإسلام هو دستورنا الأصلي، أما بقية مرافق الدولة هي تراعي المصلحة التي قلنا عنها بأن المصالح المرسلة التي ترك الشرع للناس أن يجتهدوا فيما ترك الشرع للناس أن يجتهدوا في تحقيق مصلحة الرعية ومصلحة الشعب بالاصطلاح المعاصر، فيراعونها ويضعون لها القوانين بشرط أن لا تخالف نصا شرعيا. الذي عندنا الشرع هو الدستور. فعندما أقول الحكم الشرعي والسياسة الشرعية، هذا لا يعني أنه الشرع يريد أن يتدخل في كل التفاصيل في القوانين، مؤسسة الكهرباء، مؤسسة المياه إلى آخر ذلك. يعني وأن يذكر طرفة، يعني أنه واحد كان يصلح الدراجات أو غيره فكتب على باب محله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه حتى كانت هذه الطريقة إن صحت هذه الطرفة فهي مرفوضة أصلا في الإسلام. يعني تجيير النصوص، جلب النصوص لجزئيات ليست هي مقصودة من النص، هذا أمر ليس من الشرع في شيء، إنما الشرع جاء بأساسيات عامة ينبغي على الناس جميعا أن يطبقوها ويراعوها في أحكامهم وفي قوانينهم. يعني فينا نقول شيخ أنه الشرع أو الدستور بحط الأمور الأساسية اللي فرض الشرع، ثم تسن القوانين من هذا الدستور بما يتناسب مع هذه الدوائر الحكومية والمؤسسات. فينا نقول هيك؟ تسن القوانين ليس من هذا الدستور، تسن القوانين بما فيه مراعاة مصالح العباد، لكن لا تخالف الدستور. كما يقول الإمام ابن القيم أظن رحمه الله تعالى، أو ابن تيمية رحمه الله، أحدهما رحمهما الله، وهما أبناء مدرسة واحدة: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. إذا وجدت المصلحة الحقيقية للناس فثم، يعني هناك ستجد أنه هو شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نطبق المصالح. طيب شيخ، ما ممكن يقول قائل، وهذه سمعناها كثيرا والآن نسمعها، أنه كيف بدكم تحكموا شرع أو دولة إسلامية يعني مضى عليها 1400 عام، أكثر من 1400 عام، فهم يعني فينا نقول المنيح فيهم يقول أنه هذا الأمر صحيح ولكن على دورهم، أما الآن على دورنا فهذا الأمر مرفوض. الموضوع عندما نتكلم عن موضوع سياسة وحكم، هذا أمر فكري. يعني الذي يضع أسسه هم النخب، يعني هم المثقفون الثقافة العالية. فلهؤلاء يقال لهم: عندنا نحن في ديننا القرآن الكريم هو أصل تشريعنا، وهو الحاكم علينا وهو المهيمن علينا، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب أو عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الحاكم الأعلى والأقوى. هذا القرآن بكثرة معانيه ووفور ما فيه من المعاني والحكم
من عاش معه وتدبره، وهذا ليس لجميع المسلمين وعامة المسلمين، هذا كما قلت هذا النخب الذين هم المعنيون بوضع الدساتير ووضع الأحكام. من عاش معه يدرك بأنه كتاب إلهي صالح ومصلح لكل زمان ومكان. من أسباب ذلك أن القرآن جاء بتعليمات عامة وإجمالية وأمرنا بأن نراعيها. فنحن لا نريد أن نستنسخ دولة قامت منذ 1400 سنة أو 1300 سنة أو 1200 سنة إلى آخره، نريد أن نستنسخها كما هي بكل تفصيلاتها ثم نقيمها الآن ونطبقها الآن. لا، الزمان اختلف، بينما هناك أسس لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني على سبيل المثال نحن البشر، نحن بشر، طبائعنا ونفسياتنا وأهواؤنا وحاجاتنا النفسية والبشرية والمادية لا تختلف من عصر آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الإنسان إنسان ما تغير. ما يصلحه أيضا أمر ثابت، فهذا هو ما جاء به الشرع. بعض ما يمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان، طرق والأساليب، نعم، تركها الشرع لاجتهادات الناس، ولكن وضع لها ضوابط لا يجوز مخالفتها. هذه الضوابط التي عرفها العلماء وكتبوها في كتبهم، هذه الضوابط التي تسمى بمقاصد الشرع أو كليات الشرع الخمس وغيرها، هذه الضوابط استنبطها العلماء. كل ذي عقل سواء كان مسلما أو غير مسلم يعرف بأن هذه الضوابط تقوم عليها مصالح الناس وحياتهم، كحفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ العرض، حفظ المال، هذه الضوابط العامة. فهذه لا تتغير بتغير الزمان والمكان، هي الأسس الثابتة. أما المتغيرات فالشرع تركها وتركنا بأن نراعي تغيرها ونسير تغيرها. طيب شيخ، السؤال الأخير مشان ما أطيل على حضرتك. الناس الآن الذين يخافون من تحكيم شرع الله هم يعني فقط ينظرون لموضوع الحدود، يعني هو هذا أكثر شيء بيخوف الناس، أنه هن شايفين الحكم الإسلامي يساوي قطع اليد والجلد والرجم، فالتخوف من هاي القصص وأنه أنتم دمويين وإلى آخره، هذا هو اللي عم بيخلي، أو يعني أعتقد أنه هذا هو اللي عم بيخلي الناس تخاف موضوع الحكم الإسلامي. فما هي الصورة هي ناقصة عن موضوع تحكيم شرع الله؟ أكيد طبعا. موضوع الحدود هو جزء صغير جدا جدا من السياسة الشرعية ومن الحكم الإسلامي. يعني نحن عندما نقول الحكم الإسلامي ونحن المسلمين نعتقد بأن القرآن وبأن الإسلام هو دين شامل لكل نواحي الحياة، ما ترك شيئا يصلح البشر في كل الحياة، يصلح الفرد ويصلح المجتمع ويصلح الدول إلا ونظمه وله فيه أحكام وقوانين. الحدود هي جزء، يعني مثلا إذا نحن نظرنا إلى أي دولة من الدول المعاصرة، هل يمكن أن نختصر كل سياستها بجانب الجنايات فقط، ما يسمى بقانون الجنايات؟ هل هذه النظرة تكون نظرة صحيحة؟ إذا قلت لك تحدث لي عن الدستور الأمريكي مثلا، فأنت صرت تتكلم لي عن عقوبة السارق واللص في أمريكا أو عقوبة القاتل في أمريكا، وقلت له هذا هو قانون أمريكا. هل تكون عندها قد تكون اختزلت هذا الاختزال والاختصار المخل؟ هذا سواء كانوا بحسن نية أو بسوء نية. بعضهم يقول أنتم تريدون أن ترجعوننا إلى قطع يد السارق وإلى رجم الزاني، وإذا لا، هذا ليس هذا فقط هو الإسلام، هذا جزء، وهو العقوبات الرادعة للمخالفات التي تؤثر على المجتمع. أما أحكام الإسلام فهي أعم من ذلك بكثير، فيها مصالح العبادة على اختلافاتها، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الشراكات مثلا الجانب المالي، أحكام الآداب والأخلاق، أحكام الميراث وقد تطرقنا إليه منذ قليل، أحكام الأسرة، أحكام تنظيم العلاقة بين الزوجين مثلا، بين الزوجين، بين الأبوين والأولاد، بر الوالدين، هذه كلها أمور
ترتبط بتشريع الإسلام. فتشريع الإسلام تشريع كبير وعام لكل نواحي الحياة. تمام، جزاك الله خيرا. نريد منك ختاما نصيحة أخيرة توجهها للمستمعين. إن كان من نصيحة في هذا المجال وفي هذا الجانب، الله عز وجل امتن علينا في هذه البلاد برفع الظلم وبكف يد الظالمين، وامتن علينا بإخوة وصلوا الآن إلى سدة الحكم نحسن الظن بهم ونرى بأنهم يراعون مصالح الناس الدينية والدنيوية. إن كان من نصيحة في هذا الجانب، أستحضر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية الذي كنا نراه ربما سابقا عندما نقرأ هذه الآية لا نرى تطبيقا صحيحا له، لأننا كنا نرى بأن من تولوا أمور الناس بالظلم بالبغي ما كانوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يحكمون بما فيه مصلحة العباد. نعم، صراحة شيخ عذرا عن المقاطعة، من كثر ما كان هذا الأمر بنفوسنا، موضوع مخالفة الحاكم والثورة عليه وإلى آخره، الآن نجد صعوبة في التخلص منه. نعم. الآن الحاكم يطاع بما فيه خير الناس. يعني أيضا عندنا قاعدة تقول: تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، يعني متعلقة بالمصلحة، يجب على الحاكم أن يتصرف بما فيه المصلحة. النصيحة التي أريدها: ربما يتخذ حاكم من الحكام الذي رضي الناس به حاكما عليهم يتخذ قرارا من القرارات، فبعض أفراد الشعب يرى بأن هذا القرار خاطئ. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ طالما أنت رضيت به حاكما ولم يأمرك بما فيه معصية صريحة لله عز وجل، فأنت يجب عليك طاعته حتى وإن لم ترى بأنه على صواب، لأن هذه الأمور قابلة للاجتهاد، هو يجتهد فيما فيه المصلحة. إن كنت أنت أهلا للاجتهاد، على فرض أنك أهل للاجتهاد وعندك كل المقاربات وعندك قراءة كاملة لواقع البلد، وكان عندك رأي بأنه هذا ينبغي كان عليه أن يفعل كذا لا أن يفعل كذا، ولكنك أنت بشرع الله عز وجل مأمور بأن تطيعه حتى وإن خالفته في الرأي. قد تناقشه ليغير رأيه، ولكن طالما أنه حكم بهذا الحكم وأمر به بعد النقاش والشورى فأنت مأمور بأن تطيعه، بشرط أن لا يخالف الشرع. طبعا نحن نقول منوطة بالمصلحة، وأعلى المصالح هو عدم مخالفة الشرع. نحن لا نقصد تأليه الحاكم كما قلنا، لا نقصد أن الحاكم معصوم، لا، ليس هذا الكلام. الحاكم مجتهد هنا، يجتهد بما فيه مصلحة الناس، فنحن علينا طاعته. وإلا إذا لم نفعل ذلك فكل إنسان معناها يفعل ما يهواه وما يريده، فتختلط الأمور. وما وضع الحاكم إلا ليضبط هذه الأمور حتى تتوحد كلمة الناس على رأي واحد. فهذا هو إن كان من نصيحة، فهذه هي النصيحة التي يعني نريدها، لأننا الآن مقبلون على حكم وعلى دولة وعلى تنظيم لهذه الأمور، فربما يرى إنسان بأن هذا الحكم لا يعجبه. لا يعجبك، احتفظ بهذا لنفسك، ولكن أنت عليك أن تسمع وتطيع طالما أن فيه مصلحة للناس. تمام، الله يجزيك خير شيخ، طولنا عليك وتعبناك معنا. الله بكم، الله يكرمك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الكلام النفع للناس والقبول والسداد. آمين يا رب، الله يجزيك الخير. وإياكم، جزاكم الله خيرا.